لسه مش مصدق ان الازاز عند الرحمن وضع تاني، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. هتقولي ليه؟ هقولك شوف بعينك واحكم بنفسك. ده عينه بسيطه من نطقم الشربات عشان تعرف ان الرحماني عنده كل مختلف وكل جديد. لو بصينا كده مع بعض على طقم الوان الطيف اللي بيكون موجود في اي نيش، يعني معظم العرايس بتاخده للنيش، هتلاقي يعني طقم الوان طيف عادي. انما لما تبص كده على الدورق بتاعه، يعني حضراتكم كده لما تشوفوا شايفين الاختلاف، دورق مختلف تماما. يعني بص الماسكة بتاعته، الفتحة بتاعته، شكل الدورق نفسه، شكل الكاس نفسه، وشغل الوان الطيف اللي عليه. ادي ده حاجة بسيطة بس عشان ما نطولش عليكم الفيديو. لو بصينا كده على طقم الشربات ده، فالحاجات المختلفة دايما انت بتشوفها عند الرحماني. شايفين الشغل، اللون، الذهب، الفتحة بتاعت الكاس. لو بصينا هنا برضو شايفين القارورة، القوارير المختلفة، النقشات المختلفة، الشغل المختلف، الشغل الذهبي في الفضي، الكاسات المختلفة. اي حاجة مختلفة ان شاء الله هتلاقيها عند الرحماني. شايفين الشغل؟ اصل اللي موجود مش هتلاقي قارورة واحدة، ده انت هتلاقي قارورة، انواع القوارير كلها ان شاء الله. هتلاقي اشكال الكاسات كلها باذن الله. لو بصينا كده شايفين الشغل الذهب، شغل الطباعة، شايفين الدورق. لو بصينا على الشغل الجديد عند الرحماني هنعرف ان هو في الازاز وضع تاني. لو بصينا كده اتفرج على شغل السيلفر. دي طبعا عينة بسيطة وموجود اطقم شربات كتير جدا. طبعا اسعار مختلفة. اللي عايز يسأل على اي طقم ممكن يبعت لنا على رسائل الصفحة او في تعليقات اليوتيوب او اي يعني المنصة اللي انت سمعت عليها، ممكن تعلق واحنا بنرد عليك على طول.